رسالة لضاضة لسيادة الموسيقار رئيس نادي الزمالك مروان عطية اهو. مروان عطية اهو نجم خط وسط منتخب مصر. الراجل ده نجم خط وسط منتخب مصر القادم 10 سنين قدام. مروان عطية اللي انتوا طلعتوا قلتوا على قناة نادي الزمالك الاهلي شربه الاهلي لبسه، واحنا نادي الزمالك خدناه مغري على الدغري. مروان عطية بقاله شهرين مع الاهلي هياخد دوري، وخد دوري ابطال افريقيا. شيكابالا بقاله 21 سنة مع نادي الزمالك، مش فاكر له بطولة افريقيا. ومروان اللي لسه جاي خد افريقيا بعد شهرين لانضمامه للاهلي، وهيلعب لكاس العالم للانديه. اللي احنا نفسنا نشم ريحته. احنا كجمهور الزمالك نفسنا ان شاء الله حتى نروح هناك ونشوف كاس العالم ونرجع. مفيش، بقالنا 21 سنه تعبانين نفسيا بسبب القصه دي، وناس جالها السكر وناس جالها الضغط، وانت بتكره على سياده الموسيقار. قلت الزمالك هياخد الدوري لمده 10 سنين، واحنا اهو من تاني سنه ولا من تالت سنه الزمالك خرج من كل البطولات. الزمالك كان كل سنه بيشارك في افريقيا مع الاهلي، حتى لو يطلع مركز تاني مع حضرتك. الزمالك لغايه دلوقتي خامس ولا رابع، واحتمال يشارك في الكونفدراليه واحتمال لا، وهتبقى مصيبه سودا لو ما رحناش الكونفدراليه. ادي انجازات حضرتك مع النادي. كرة اليد اللي احنا كنا ممتازين فيها من زمن الزمن، مسكتها لدادا الصغير جابها الارض. ده بيقول لك يا راجل النادي الوحيد في العالم اللي راح كل كاس العالم للانديه في جميع اللعبات. الاهلي تخطى انديه العالم الكبيره، تخطى ريال مدريد والسيتي وبرشلونه. كاس العالم للسله ورايح، كاس اليد لليد العالم ورايح، كاس القدم رايح، كاس الطايره راح. ايه ده يا عم؟ فين انجازاتك قدام الخطيب؟ ادي الخطيب اتولى وانت مسكت النادي. ما تتقارنش جنب الخطيب بحاجه، ما تتقارنش على الدغري. انا راجل زملكاوي بقى تقول لك انت متزملك، تقول انا راجل بقول كلمه الحق، انا راجل في الحياه. انت بصراحه من ساعه ما جيت نادي الزمالك في النازل. الزمالك وقعدت تعمل لنا عداوه هنا وعداوه هنا. ليه يا عم؟ ما نفتح صفحه جديده مع النادي الاهلي. راجل خطيب راجل محترم. احنا كجمهور الزمالك عمرنا ما شفنا حاجه منه، عمرنا راجل ما اتكلم كلمه على نادي الزمالك الا كل خير. الا انت كل يوم على القناه وشويه المطبلاتيه اللي بيطلع مع خالد الغندور، الراجل اللي ما عندوش مصداقيه دلوقتي. اللي انا كنت اكتر واحد بجيب القناه، دلوقتي القناه بحود من عليها بسرعه، مش عايز اشوفها. احنا اتخنقنا منها، ما بيقولوش حاجه تفيد النادي، محدش بيتكلم على الكوارث اللي بتحصل جوه نادي الزمالك. نادي الزمالك يا جماعه مش هو ده نادي الزمالك اللي احنا حبيناه، مش هو ده نادي الزمالك اللي احنا عشقناه. احنا دلوقتي بنتفرج على الاهلي، والله بقينا فرحانين للاهلي من كتر الحزن اللي جوانا. انتوا خليتونا نكره نادينا، نادي الزمالك اللي احنا عشقناه. طب نعمل ايه؟ نروح لمين؟ الواحد دلوقتي لما يتفرج على انجازات الاهلي بيقول يا ريت الواحد كان طلع اهلاوي، يا ريت الواحد كان طلع. الله يرحمك يا جدي، الله يرحمك يابا، انتوا اللي خليتونا نطلع زملكاويه. نعمل ايه على حرقه الدم؟ انا ابني صغير كنت بطلعه زملكاوي، يا ابني سينا. دلوقتي الراجل بقى اهلاوي. قال لي يا بابا سامحني، قلت له براحتك يا ابني، براحتك، انا هطلعك للحزن والقرف. الواد على طول شايفني زعلان، ومقهور بسبب اللي بيحصل في النادي. هو ده النادي اللي خلى ابنه يحبه عشان يطلع الواد مكتئب وعنده حرقه دم؟ ارحمونا عشان خاطر ربنا، حسوا بجمهور الزمالك. جمهور الزمالك كبير ما يقلش عن النادي الاهلي. جمهور الزمالك محترم، جمهور الاهلي محترم. يعني يا ريتنا كلنا نبقى واحد عشان خاطر ربنا. الا انتوا لازم تعملوا التفرقه ما بين الناس، نعمل مشاكل مع الاهلي ونخلي الناس تزعل من بعض. ليه؟ محدش واخد من الدنيا حاجه. ارحمونا عشان خاطر ربنا، ارحمونا، ده ربنا بيرحم. حسوا بجمهور الزمالك، اتكلموا على الكوارث، اتكلموا على الصفقات. النادي بينهار في جميع اللعبات، وانتوا مش هنا. اهم حاجه الكرسي،
سلام عليكم.